شدت اجزائك 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 مش مني وناس وعدوا فوق مني. سامح الكوارث هاتوا بقولنا نشوفوا الاخبار ويروا اللي تقال مكتوب حادثه زلزال وكبير هز المدينة تيم الفجرين عامل كبسه باعت انذار رجع السلطان لمكانه وقعدوا يا تلامذه والخبر التاني فرحة حوض عسكر كده خلاص تقلب كارثه. شدت اجزاء جرت اعدائي ده انا واد رملاوي سابق سني عايش برجوله معرفه الاولى حتى سال اي حد عني ياللي في سنه اولى تخسر بسهوله وانني الفرص صعب تعدي محتاج يا زميلي درس خصوصي علشان تكبر تعمل زيي والناس والامه لازم يصحولنا علشان كلامنا مش ايطالي عربي وعلى علني خش التحدي هتطلع عريان ومطاطي قبلك كانوا ياما لبسوا بغاشة صرخوا وصوتوا قالوا ليالي ارجع ورا لحسن تتكهرب السلك عريان يا غالي كسر فجر عور دمر اضرب طلات في اللي يحور هندوس بنزين مش هنزمر احنا نشفر في المتشفر احلى عريس في الرمل الديزل والديزل يبقى حوض عسكر والشماريخ تضرب وتفرقع واللي زعلان خلي يولع احنا جيتنا صالع عيد الاسود نزلت هتدبح ولا ولع سكينه واحتفاليه ولا نادي قوم ويسمع بقى على صوت الرملاويه هنعيش ونموت رجاله وسيرتنا زي ما هي بنصد في اي حكايه بنعامل مليونيه الناس فجرت وهي ظلمت كل قوانين الرجوليه الحب ده شح وبح وقع في البحر شربته الميه في صحاب ما صارتش العشره بعد ما كلوا ابو الطبليه والقلب خلاص بيروح طلع في الروح من ناس مش هي اسمع يا سيدي الحكايه عن شاب وعن صبايا بعد ما تسمعها تعرف تدين تدان واسمع اللي جرى الشاب ده كان لاعن ودون وبيكدب على البنيه كل همه يتقابل في شقه او حته فاضيه اقنعه وكل دماغه انهم يروحوا شقتهم اداها معدي يروح له بس بعد ما اهله نزلوا واتصل بصحابه وقال لهم البت جايه وراحوا له قوام زمايله قبل البت ما تروح وهي جالها الهام انها ما تروحش في حته وام الواد عماله بترن وهو يكنسلها قالت له اخته روحي له البيت قوام صحي وقولي له ابوك في المستشفى بيموت يا بيه راحت اخته في نص السكه وهو رد على امه وحكت له نزل اوام وقال لاصحابه زي ما انتوا البت خلاص زمانها جاي اعملوا اللي عايزينه لحد ما اشوف بابايا وارجع له كوني كملوا ونزل من هنا وطلعت اخته عشان تناديله فعلا صحابه عملوا اللي هم عايزينه اللي ما ترضوش على نفسك يا عم ما ترضوش على غيرك ويا ريت بقى تسمع نصيحتي يا اللي انت ناسي ربك ودينك حوضة البيضا يغني واسمع من فنان جيلك بداري فتحاني ومهما بخبي وجعاني من صحابي وخلاني ودنيتي اللي معنداني واقول جايز يحسوني ما يتدكوش يضايقوني رغم وجودي وياهم وعايش واحدة قتلاني وطلعوا فجأة مش مني وداسوا عدوا فوق مني وعيط واجرح مني وعمري ما قلت ياني بداري الله راحوا في كلام وسألكوا سؤال ازاي احلم وبنص لسان كلام انجع بالطب التالي ده اشمط واديله وزنه في الحب يقول لي برايس ابو وردان ده حرامي وعامل باب الكلام وجاموس وراح ادوس واديله على بوسه بتحكها لفحوت المجال جنونا حلق وحشونا دي ليلتنا دي زي الماس ما هو لو سالونا كنا نجاوبه فرحة سيد الناس يا عرسنا 3000 مبروك الدنيا بحالها معاك حوض عسكر قالها كلمة اهم حاجة هنا حب الناس هتصعب شيل دي بلاوي كتير همشكك وبش
بشكة خنجر يحمل اساطير من صالح عدوي كينج جيتنا حمو عسكر راح امسي وانادي على كل بلادي واقول مساتي تنزل حرة الى البلاد للباب الفاجر عبد الله السرداحة دنيا عندنا في الجهاد قلوب وجريئة بتنفذ لو غضبت هتصور حمو السرباح ما يشيلش سلاح بس لو غضب في شارع يروح مش خالصة ومش خلصانة ولا اي جد صدى اهدي يا دنيا يا همدانة ده حبيب الدنيا صلصة لما بيحضر بينطط وانت بقى بتجري قدامه اوعى تسع يا ابو جلبان احسن تاخد زي اللي قالوا راح اقول على حوده النوبي قلبه شايله من مكانه مشوا مع حبيب الشعب واصحوا يا اللي انتوا بتتزاكوا شوقك هفك شايف نفسك اوعى في الخوف ازميل اشوفك عندنا سندال ده اسامه الحوفي هيعاملك على كيف كيوفك يا دنيا علينا بقى بتقص عماله بتاكل وتمصمص لو سكرات الرجوله يبقى الفارس احمى هجرة جاي تسع تلبس خوازيق طلقات في العين وتسافر حمو الفلاح ده سلاح وجرح تتحط معاها تقابل قانون دي حمله وسع يا عمده الشياكه موجوده فيكي هنمس على الاعلام البرنس على الكيكي باسم الحجرات ده احنا الظباط ما فيناش ولا خاين ولا قلب هبعت مسات مكتوبه في كتاب للعمده اشرف البواب حب الناس ده كنوز مش اي حد كمان محبوب احمد كورش الامبراطور رافع راسه زي الاسود فرحة حوض عسكر هتولع والناس والامه تتجمع ده كورش اللي مغني وكاتب يالا هو كمان اللي موزع والبيضه ده غنى الاغنيه والدد ده هو اللي مسمع والفجر انت تفضل تعلى وتعلى وانت يا واد بقى الدم كلها بقى تعمل خلعون يا دنيا لازم تتجربي ادارتنا هو الاسطوره الباشا سامح الاجنبي